في الفيديو ده أنا بكلم جيل السبعينات والتمانينات وممكن ناخد معانا كمان التسعينات. عارف انت احساس انك عايز تشد الفيشة وتختفي شوية من الدنيا؟ انا في الفترة اللي فاتت كنت بالظبط كده، شغل وضغط ودوشة وموبايل بيرن طول الوقت ودماغي يعني اتشوشت زي اشارة التلفزيون كده زمان لما الهواء كان بيقع. فقررت اسافر مكان مختلف. سافرت راس شيطان، او النطق الاصح راس شطان، المكان اللي بيقولوا عليه جنة الهدوء. اول ما وصلت وشفت البحر حسيت اني رجعت اتنفس من تاني. القعدة على البحر مع صوت الموج أحسن من أي بلاي ليست، والهوا هناك بيغسلك كأنه بيقولك ارتاح، احنا هنا ما بنجريش على حاجة. قعدت في كامب اسمه كازابلانكا، وده واحد من أحلى وأهدى الكامبات اللي شفتها. بسيط ونضيف، والاستاف هناك الناس على طبيعتهم تماما، بيساعدوك ويعاملوك كأنك واحد من عيلتهم، مش مجرد نزيل وهيمشي. الفطار هناك بيكون على البحر الصبح، والمشهد من الخوشة بتاعتك تحس ان انت في لوحة مش في كامب. هي هناك اسمها خوشة لكن نظيفة جدا، وفي منها كمان بحمام داخلي وفي منها مكيف. المكان هناك مناسب لأي حد عايز يهرب من دوشة المدينة ويعيش كام يوم كده من غير منبه ومن غير زحمة ومن غير صوت عربيات. لكن بصراحة لو انت بتحب جو السهرات والحفلات والمزيكا العالية والكلام ده، فالجو هناك مش هياكل معاك خالص. راس شيطان مش ليك، لأن هنا الموضوع كله هدوء وراحة وفصلان تام. كمان في حاجات مهمة كده لازم تاخد بالك منها لو حبيت تعمل التجربة دي. خد معاك لبس مريح وخفيف، وما تنساش أدواتك الشخصية لأن مفيش سوبر ماركت قريب منك. خد معاك كتاب أو أي حاجة تكتب فيها أفكارك، لأن صدقني الهدوء هناك هيطلع منك حاجات أنت مش متخيل إنها موجودة فيك. كمان خد معاك فلوس كاش عشان مفيش ATM، واهم حاجة انسى الموبايل على قد ما تقدر واستمتع باللحظة اللي انت موجود فيها. وبالمناسبة لو حابب تعيش التجربة دي مع ناس تانية نفسها تعيش برضو نفس الاجواء دي، فشركة ديزني لاند بتطلع رحلة لراس شيطان مرة واحدة في السنة في رأس السنة نفسها. انا عن نفسي طلعت معاهم مرتين وبحب جدا الطلوع معاهم، لان الناس اللي بتطلع مش اي حد، دي ناس فعلا طالعة تستمتع وتفصل وتشد الفيش. وكمان بنحتفل براس السنة على البحر بس بطريقتنا الخاصة. يعني بدل ما تستقبل السنة الجديدة وسط الزحمة والوش، ممكن تستقبلها معانا قدام البحر، النجوم فوقك والكامب والنار الدافية قدامك، وابتسامة على وشك طول الرحلة. وانا نويرة بشارك معاكم اي تجربة او رحلة بطلعها، ولو عايزين تشوفوا اماكن اكتر ورحلات اكتر تابعوني.